السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة يا حبايبي قناة حبيبة. هنقدم لكم النهاردة وصفة الشاورما، شاورمة الفراخ. معانا النهاردة عشان نتبل شاورمة الفراخ، معانا فراخ مقطعينها حتت صغيرة، معانا بهارات، معانا فلفل أسمر، معانا كزبرة، معانا ملح، معانا خل، ومعانا زيت، ومعانا صويا صوص، ومعانا بهارات الشاورما. يلا حبايبي نبتدي. نجيب طبق فاضي وهنجيب نص ليمونة كمان اهو يا حبايبي. معانا فننزل بالفراخ بتاعتنا، طبعا غسلينها بالليمون والدقيق كويس. وهننزل يا حبايبي بكوباية زبادي معانا صغيرة اهو يا حبايبي. وهننزل يا حبايبي بشوية كزبرة ناشفة بس مش كتير، وهننزل بشوية فلفل أسمر صغيرين، وهننزل بالصويا الصوص بتاعنا. الصويا صوص بيدي لون حلو قوي لأي لحوم محمرة. وهننزل بسنة ملح، هنحط حبة ملح اهم يا حبايبي، مش كتير برضو عشان متبقاش حادقة معانا. وهنحط شوية زيت صغيرين، معلقتين زيت، كل ده في النقع بتاع الشاورما. وهنجيب معلقة خل مش كتير، وهنجيب يا حبايبي شوية بهارات شاورما، وهنجيب يا حبايبي نص ليمونة، هنعصر نص ليمونة على الفراخ. لو عندنا طحينة نحط معلقة طحينة، ما عندناش يبقى الزبادي يكفي. وهنقلب يا حبايبي المكونات بتاعتنا ونسيبها منقوعة ساعتين في التلاجة لغاية ما نجهز حاجتنا. جينا يا حبايبي معاكم دلوقتي هنحط طاسة فاضية على النار، وهننزل بمعلقة سمنة او معلقتين زيت. اللي عنده سمنة ماشي، عنده زبدة ماشي، ما عندناش سمنة ولا زبدة نحط معلقتين زيت. الشاورما ما بتحتاجش مادة دهنية كتير. ومعانا بصلتين هنقطعهم دلوقتي ونضفهم تحت الحنفية ونقطعهم شرايح. ومعانا قرن شطة، اللي عايز يعملها سبايسي يعملها، عايز يعملها باردة يعملها. يلا حبايبي نروح دلوقتي نقشر البصل بتاعنا معاكم ونقطعه طرنشات. غسلنا البصل يا حبايبي بتاعنا وقطعناه شرايح اهو قدامكم اهو يا حبايبي، شرايح اهي رفيعه مش تخينه. يلا نغسل الفلفل بتاعنا ونقطعه عشان يبقى جاهز واحنا بنعمل الشاورما. قطعت اهو يا حبايبي الفلفل الاخضر. يلا نروح بقى نحط الطاسه بتاعتنا وفيها زيت او سمنه. هنبتدي اهو يا حبايبي، حطيت اهو معلقه زيت على سمنه، او اللي ما عندوش زي ما احنا قلنا ما عندوش سمنه ما عندوش زبده يحط معلقتين زيت. وهنزل يا حبايبي بالبصل بتاعنا، اديله تشويحه وهنشيله من الماده الدهنيه اول ما احس ان هو دبل شويه، يا دوبك اشوحه شويه بس في السمنه وبعد كده اطلعه. وبعد كده ننزل بالشاورما بتاعتنا اهو يا حبايبي دبل اهو. هنبتدي نطلع البصل بتاعنا ونحطه في طبق
وبعد كده انزل بالشاورما بتاعتنا، نديها صدمة على النار لغاية ما تنشف خالص. وبعد كده ننزل بالبصل تاني والفلفل عشان هنعمل ايه الشاورما معاكم. اهو يا حبايبي انزل بقى بالشاورما بتاعتي، ما ينفعش ابقى موطيه النار. اهو يا حبايبي وسلام على الريحه بجد بتاعتها حلوه قوي. وفي ناس تانية بتعمل الطريقه يا حبايبي، تحط الشاورما الاول تاخد الصدمه وتتحمر، بعد كده تنزل بالبصل على الشاورما وتنزل بالفلفل. بس انا بقى بعملها بطريقتي دي وهتجربوها هتعجبكم جدا. نفضل نقلب بقى في الشاورما لغايه ما تنشف معانا خالص من اي ميه فيها ونلاقيها استوت. ننزل بالحاجه بتاعتنا على الشاورما. يا حبايبي هي حبايبي نشفت خالص من الميه اللي فيها، التوابل والزبادي بتاعنا كان منزل طبعا ميه كتير. اهو يا حبايبي نشفت خالص اهي. هننزل بالبصل بتاعنا وهننزل بالفلفل. اهو يا حبايبي وهنقلب شاورما. اهو يا حبايبي وهنبتدي بقى نجهز العيش السوري بتاعنا او الكريب، ونبتدي نحشي العيش معاكم. يعني سندوتشات سوري كده جميلة قدامكم يا حبايبي. طبعا لو هنغمس بالعيش الشاورما ديت ماشي، نعملها في سندوتشات ماشي. اهي يا حبايبي داخله على السوا اهي. الفلفل طبعا احنا مش هنسويه قوي بتاعنا عشان هو كده كده هيتحشي في العيش دلوقتي. معاكم اهو يا حبايبي طبق فيه طحينه. هننزل بشويه ميه سخنه وهنبتدي نقلب في الطحينه بتاعتنا لغايه ما تحس ان هي تقلب بالميه السخنه. هننزل بنص ليمونه وسنه بسيطه من الخل، نص معلقه صغيره، ونص معلقه زيت، وشويه جوز الطيب، وشويه كمون. اهي حبايبي شايفين تقلت ازاي؟ ننزل هي محتاجه كده ميه تاني. اول ما نحس انها تقلت قوي تقل كده تقيله قوي ما تنفعش، مش هتنفع معانا في الاكل، نضطر ان احنا نخففها تاني يا حبايبي لغايه ما تتلف كده معانا ولونها يغير. يلا حبايبي هقلبها دلوقتي ونرجع نحط الليمون بتاعنا. اهي يا حبايبي هنزل بشويه جوز الطيب وانزل بنص ليمونه معصوره، وانزل بشويه ملح صغيرين وسنه فلفل اسمر وسنه كمون. في ناس بتحط على الطحينه توم، تهرس فص الثوم وتحط، وفي ناس لا، كل واحد على حسب ما بيحب. وهنحط سنة زيت بسيطة انها تدي لمعة للطحينة، سنة كزبرة ناشفة بسيطة برضو يا حبايبي مش كتير. احط يا حبايبي سنة ملح وسنة زيت بسيطة ان هي بس تدي لمعة، وممكن نحط سنة شطة بتبقى حلوة برضو عليها، بس انا عشان هعمل السندوتشات مش عايزاها سبايسي.
هدهن بيها العيش بتاعنا قبل ما نحط الشاورما. معانا العيش اهو يا حبايبي، هناخد نحشي العيش اهو يا حبايبي دلوقتي معاكم. هنحط معلقة طحينة ندهنها مكان السندوتشات كده يا حبايبي، وننزل بالشاورما بتاعتنا ونلف السندوتش اهو يا حبايبي، وننزل بحشوة الشاورما اهو يا حبايبي، والم من الجزئين كده وابتدي الف السندوتش معاكم كده يا حبايبي اهي. ابططه كده عشان اما نيجي نقلبه في الطاسه، وطبعا احنا قافلينه من الجنبين. واهو يا حبايبي هنعمل بقى كل الكميه دلوقتي ونرجع مع بعض واحنا بنحمر. هنحط يا حبايبي طاسه على النار عشان نبتدي نحمر السندوتشات فيها، وهننزل بسنه زيت بسيطه، وهنوزع الزيت يا حبايبي في الطاسه عشان السندوتش اما ينزل يتحمر. الطاسه اهو يا حبايبي تسخن بس، وننزل بالسندوتش معاكم اهو يا حبايبي. الطاسه سخنت، هننزل اهو بالسندوتش بتاعنا نديله لون من الجناب، وطبعا على نار واطيه عشان الرغيف ما يتحرقش معانا ويطلع لونه ذهبي وجميل اهو يا حبايبي. يا دوب بس نديله لون ونقلبه لسه يا حبايبي، طبعا عشان انا بعمله على نار هاديه. هحمر يا حبايبي الكميه بتاعتي معاكم، ونرجع اوريكم كل السندوتشات ازاي اتحمرت ولونها الجميل، عشان بس ما اطولش عليكم يا حبايبي. وبكده حبايبي نكون غرفنا الاكل معاكم وحمرنا سندوتشات السوري الشاورما اهو يا حبايبي، وده الشكل الاخير. اتمنى ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.